بتحب شخص بينسيها الحزن اللي كانت عايشة فيه بسبب وفاة ابنها، ولكنها بتتصدم لما بتعرف حقيقته المرعبة. ولو عايز تفهم الحكاية خليك معايا للنهاية. فيلمنا بيبدأ مع الكاتبة المتميزة راشيل كارلسون، اللي حصلت أعمالها على جوائز كتير، وبتكون متخصصة في كتابة الروايات الخيالية. وأعظم فرحة في حياة راشيل هي ابنها توماس. وبراين جوز راشيل بيكون كاتب برضه، لكن مفيش أي ناشر بيكون مهتم بكتاباته. وبنعرف إن توماس مش ابن براين، لكنه ابن راجل تاني كانت راشيل متجوزاه ومات. وبعدين توماس بيطلب من والدته إنها تلعب معاه، لكنها بترفض بسبب ضغط الشغل اللي في إيديها. فتوماس بيتضايق وبيروح يحط علامات على التلاجة بحروف مغناطيسية، وبيكتب بيها جملة توماس كان هنا. وفي وسط ما راشيل وبراين بيتكلموا مع بعض، توماس بيخرج من بوابة البيت وبيروح يلعب عند بركة المية. وبعد ما راشيل بتجهز الأكل وبتروح تنده على ابنها مش بيرد عليها، وبتلاحظ إنه مش موجود في البيت بالكامل. ولما بتخرج تدور عليه بتلاقي اللعبة بتاعته موجودة على سطح المية. وساعتها راشيل بتكتشف الكارثة، ابنها فارق الحياة جوه البركة. ومن وقتها وراشيل حياتها اتدمرت بسبب فقدان ابنها. وبعد ما بيعدي 8 شهور على وفاة توماس، شارون صاحبة راشيل بتنصحها إنها تسافر لجزيرة منعزلة اسمها أنجونيش كو، وتقعد في البيت اللي موجود على الساحل هناك، علشان تنسى الأيام الصعبة اللي مرت بيها. وبالفعل راشيل بتوافق وبتقرر إنها تروح لوحدها بعد ما بتطلب الطلاق من جوزها براين. ولما راشيل بتوصل للجزيرة بتتأجر البيت علشان تستقر هناك، على أمل إنها تنسى اللي فات، وكمان علشان تكمل كتابة روايتها الجديدة في هدوء. ومع ذلك راشيل بتفضل تلوم نفسها طول الوقت لأنها نسيت تقفل البوابة، وكانت سبب من ضمن أسباب موت ابنها. وبعدين راشيل بتقرر إنها تروح لأقرب مدينة من الجزيرة، وأثناء ما هي بتتمشى بتقابل راجل اسمه فيني ومراته ماري، وبتسألهم عن الاتجاهات اللي المفروض تمشي فيها. وبعد ما بيدلوها راشيل بتقدر توصل للمدينة فعلا. وفجأة في واحدة ست بتقول لراشيل إن ابنها كان مستنيها على المرجيحة، فراشيل بتستغرب جدا. ولما الست بتشوف ارتباك راشيل بتبلغها إنها غلطانة، وإن أكيد اللي شافته ده كان ابن حد تاني. وبعد ما راشيل بترجع البيت ولسه هتبدأ في كتابة روايتها الجديدة، فجأة بتسمع صوت ابنها توماس، وكمان بتشوف روحه موجودة قدامها في البيت وبعدين بيختفي. فراشيل بتتوتر وبتخرج من البيت بسرعة، وبعدين بتطلع على مركب وبتفضل تمشي بيه في المية لحد ما بتوصل لجزيرة تانية شكلها جميل. ولما بتنزل من المركب وبتفضل تصورها بتقابل شاب اسمه أنجوس، واللي بيكون شغال حارس للمنارة اللي في الجزيرة، وبيتعرفوا على بعض هما الاتنين. وبعد ما راشيل بترجع للبيت بتاعها بتطلع ألعاب ابنها توماس من الشنطة وبتحطها في البيت علشان دايما تفتكره. لكن فجأة بتلاقي جملة ما تنساش تبص وراك مكتوبة على لوحة ابنها توماس. فراشيل بتتوتر وبتبص وراها، ومش بتلاقي غير انعكاس شكلها اللي في المراية. ولما بترجع تبص على اللوحة بتلاقيها فاضية ومش مكتوب عليها أي حاجة، فبتستغرب جدا. وبعد ما راشيل بتريح على المكتب بتاعها بتصحى على صوت ابنها توماس، وفجأة بتشوفه وهو بيتمشى ناحية المية اللي خارج البيت. فراشيل بتروح تحضنه وهي بتترجاه إنه ما يسيبهاش، وتوماس بيفضل يشد فيها لحد ما بينزلها لعمق المية. وراشيل وهي بتفقد نفسها فجأة بتقوم من النوم وتعرف إنها كانت بتحلم. والغريبة إنها بتلاقي توماس موجود جنبها على السرير، لكن بعدها بيختفي فجأة. تاني يوم راشيل ما بتكونش قادرة إنها تكتب أي حاجة في الرواية بتاعتها، وعلشان كده بتقرر إنها تروح تزور أنجوس في المنارة. وأثناء ما هما بيتكلموا مع بعض راشيل بتعجبها لوحة جميلة معلقة على الحيطة، وأنجوس بيقول لها إن مراته كيت هي اللي رسمتها قبل ما تمشي من المنارة وتسيبه لوحده، لأنها ما قدرتش تستحمل العيشة في الجزيرة. وبعدين أنجوس بيطلع راشيل لسطح المنارة وبيفرجها على منظر الجزيرة من فوق. وراشيل بتشكر أنجوس على معاملته الجميلة معاها، وبتديله رواية كتبتها كهدية ليه. وبتمر الأيام وراشيل بتحاول تتأقلم مع حياتها الجديدة، واللي بتقضي فيها وقت كبير مع أنجوس. وفي يوم راشيل وأنجوس بيفضلوا يتصوروا مع بعض، والموقف ده بيفكر راشيل لما كانت بتتصور مع ابنها توماس قبل ما يموت. وعلشان كده المود بتاعها بيتغير وبتبلغ أنجوس إنها مضطرة تسيبه. وأثناء ما هي بتتمشى بتقرر إنها تروح تقعد في كافيه لوحدها، وفجأة بتقرب منها نفس الست اللي شافتها قبل كده، والمرة دي بتسألها ليه نسيت تقفل بوابة البيت. وده بيخلي راشيل تفتكر وقت موت ابنها وبتحس بالذنب. والست بتكمل إن ابنها قريب جدا منها، وإنه بيتبعها في أي مكان بتروح فيه. وبسبب صدمة راشيل من الكلام اللي بتسمعه، الكاس اللي ماسكاه في إيديها بيقع منها على الأرض ويتكسر.
وفيني وماري بيكونوا موجودين في نفس الكافيه وبيروحوا يساعدوا راشيل، وهم بيبلغوها إن الست دي مجنونة وما تاخدش على كلامها. وبعد ما راشيل بترجع للبيت بتاعها بتلاقي جملة توماس كان هنا مكتوبة على التلاجة بالحروف المغناطيسية، فراشيل بتخاف وما بتكونش قادرة تقعد في البيت لوحدها، وعلشان كده بتقرر إنها تروح تقعد مع أنجوس. وهي بتبلغه إنها ما كانتش متوقعة إن الأموات ممكن يتواصلوا مع البشر اللي بيحبوهم، وبتفضل تلوم نفسها وتقول إنها لو كانت خرجت تلعب مع ابنها ما كانش حصل اللي حصل. وأنجوس بيفضل يواسيها ويقرب منها لحد ما بيستسلموا لمشاعرهم هما الاتنين. تاني يوم أنجوس بيبلغ رشيل إنه قرا الرواية بتاعتها وطلعت جميلة، وعلشان أنجوس يرد لها الهدية نحت لها مركب صغير من الخشب واداهولها كتذكار منه، وكمان ساب لها مفتاح باب المنارة علشان تيجي في أي وقت. وراشيل بتطلب من أنجوس إنه يروح معاها لحفلة عيد ميلاد ماري بكرة، وبالفعل أنجوس بيوافق. وبعد ما راشيل بترجع للبيت بتاعها بتلاقي الحروف المغناطيسية اللي موجودة على التلاجة اترتبت بشكل عشوائي، فبتستغرب جدا. تاني يوم راشيل بتروح لحفلة عيد ميلاد ماري وبتفضل تدور على أنجوس هناك لكنها مش بتلاقيه. ولما بتروح تسأل الضيوف إذا كان حد منهم شاف أنجوس في المكان الناس بتستغرب جدا، وبيبلغوا راشيل إن أنجوس حارس المنارة اتوفى من 7 سنين. فراشيل بتتصدم وبتفتكر إنهم بيهزروا، لكنهم بيأكدوا لها إنهم بيتكلموا بجد وإن أنجوس مات فعلا، وإن المنارة بتشتغل من تلقاء نفسها من بعد موت أنجوس. فراشيل بتسيبهم وتمشي وهي في حالة اندهاش من اللي سمعته، والناس بيكونوا مستغربين من حالتها. وبعد ما راشيل بتروح للمنارة مش بتلاقي المفتاح اللي سابهولها أنجوس قبل كده، وفجأة بتلاقي باب المنارة بيفتح لوحده. ولما راشيل بتدخل جوه بتلاحظ إن المكان مليان بالتراب وكأن مفيش حد عاش هنا من فترة كبيرة. في نفس الوقت فيني بيجي للمنارة لأنه بيكون قلقان على راشيل، وبيبلغها إنه كان شاهد على الواقعة من 7 سنين لما جه للمنارة وشاف كيت مرات أنجوس موجودة على الأرض وهي ميتة، وبيوضح لها إن أنجوس هو اللي اتخلص منها بعد ما اكتشف إنها على علاقة مع صياد اسمه جوردن داخل المنارة. وكمان أنجوس اتخلص من جوردن، وبعدها أنجوس أنهى حياته عن طريق سقوطه من فوق المنارة. لكن راشيل مش بتصدق كلامه وبتبلغه إنها عاشت مع أنجوس طول الشهر اللي فات، وعلشان تأكد له كلامها بتطلع الكاميرا بتاعتها علشان توريله الصور اللي أخدتها مع أنجوس. لكن المفاجأة إنها بتلاقي الكارت اللي عليه الصور مش موجود داخل الكاميرا، وكمان مش بتلاقي المركب الهدية اللي اداهولها أنجوس. فراشيل بتستغرب جدا، وعلى الرغم إن فيني بيوريها صورة بتجمع ما بين كيت والصياد جوردن إلا إن راشيل ما بتكونش مقتنعة بالقصة دي. وعلشان فيني يقنع راشيل بيوريها قبر أنجوس اللي موجود في المقابر، وساعتها راشيل بتتصدم ومش بتكون عارفة هي كانت عايشة مع مين طول الفترة اللي فاتت. لكنها مش بتستسلم وبتروح للأرشيف علشان تدور على أي جريدة صدرت وقت وفاة أنجوس، لكن للأسف موظفة الأرشيف بتبلغها إن في الوقت ده كان في عطل في شبكة الإنترنت وما قدروش يصدروا أي جريدة. ولما راشيل بتترجاها إنها تشوف ولو صورة واحدة لأنجوس موظفة الأرشيف بتنصحها إنها تروح للمكتبة العامة. وبالفعل راشيل بتروح للمكتبة، لكن للأسف بتلاقيها أجازة لمدة 3 أيام. فراشيل بتتصل بصاحبتها شارون وبتحكي لها عن كل اللي حصل معاها، وإن كل الحاجات اللي تخص أنجوس اختفت فجأة وكأنه ما كانش موجود في حياتها أصلا. وشارون بتبلغها إنها هتركب أول طيارة وتجيلها. وبعد ما راشيل بترجع للبيت بتحاول إنها تكمل كتابة في الرواية بتاعتها لكنها مش بتقدر. وفجأة بتشوف نور خارج من سطح المنارة فبتروح على هناك بسرعة، ولما بتدخل جوه بتسمع أصوات غريبة لكنها بتكمل وبتفضل تطلع على السلم لحد ما بتوصل لسطح المنارة. والمفاجأة إنها بتلاقي أنجوس واقف قدامها. في نفس الوقت شارون بتوصل للمنارة وبتطلب من راشيل إنها تنزل من على السطح، وبالفعل راشيل بتروح لها وبتبلغها إنها لسه شايفة أنجوس حالا على سطح المنارة. وفي وسط ما هما بيتكلموا فجأة أنجوس بيظهر من ورا شارون وقدام راشيل اللي بتطلب من صاحبتها إنها تلف وشها علشان تشوف أنجوس. وبالفعل شارون بتلف وشها لكنها بتبلغ راشيل إنها مش شايفة أي حد، مع إن راشيل بتكون شايفة أنجوس وكمان بيكون ماسك آلة حادة في إيديه. وفجأة راشيل بتشوف أنجوس وهو بيغدر بشارون وبيصيبها بالآلة الحادة، فراشيل بتخاف وتطلع تجري من المنارة لحد ما بتوصل للكافيه وبتطلب من فيني إنه يجي معاها. وبالفعل فيني بيروح معاها للمنارة ومش بيلاقي أي علامة بتدل على إن أنجوس أو شارون كانوا موجودين هنا. وراشيل مش بتكون فاهمة أي حاجة، وفيني بيقول لها إن أكيد صاحبتها شارون لسه جاية في الطريق وإن كل اللي بيحصل لها ده مجرد تهيؤات مش أكتر.
ولما راشيل بتتصل بصاحبتها شارون مش بترد عليها، وده بيخلي راشيل تتجنن أكتر. وبعدين راشيل بتروح لبيت الست اللي قابلتها كذا مرة قبل كده، وبتعرفها إن اسمها مورا وإنها وسيطة روحانية وعندها موهبة التنبؤ ورؤية المستقبل، وبتبلغها إن ابنها توماس بيبعت لها رسائل تحذير من حاجة معينة طول الفترة اللي فاتت. وكمان بتوضح لها إن الناس اللي بينهوا حياتهم بنفسهم زي أنجوس بيكون محكوم على أرواحهم بالتجول بين عالم الأحياء والأموات. ومورا بتنصح راشيل إنها تمشي من الجزيرة حالا وما ترجع لهاش مرة تانية، وبالفعل راشيل بتوافق وبتركب عربيتها علشان تروح للبيت وتلم مستلزمات ابنها وتمشي. في نفس الوقت براين طليق راشيل بيكون موجود في البيت اللي متأجراه، وبيفضل يسرق كل الحاجات اللي تخصها. وفي الوقت نفسه شارون بتكون قاعدة مع أنجوس اللي بنكتشف إن اسمه الحقيقي باتريك، وإن هما الاتنين متفقين مع براين اللي بيغير من مراته راشيل من فترة كبيرة بسبب الشهرة والفلوس اللي بتحققها من الروايات بتاعتها. وكان مهمتهم إنهم يخلوا راشيل تبقى زي المجنونة قدام سكان القرية وكمان قدام نفسها، مقابل إنهم ياخدوا فلوس من براين. وشارون بتقول لباتريك إن شكله وقع في حب راشيل، لكن باتريك بيقول لها ما حصلش، وبيعرفها إنه مستني حصته من الفلوس اللي اتفقوا عليها. وبعدين كان مفروض إن باتريك هيركب القطر ويمشي، لكن بسبب ذكرياته الجميلة مع راشيل باتريك بيغير رأيه ومش بيرضى يمشي من الجزيرة. في نفس الوقت راشيل بتوصل للبيت بتاعها، وفجأة براين بيهجم عليها وبيشل حركتها تماما لحد ما بتفقد الوعي. وشارون بتكون معاه، لكنهم ما يعرفوش إن باتريك غير خطته ورجع للجزيرة. وبنعرف إن باتريك حب راشيل بالفعل. وفجأة بيشوف نور خارج من سطح المنارة، فبيجري على هناك بسرعة. ولما بيدخل جوه بيسمع أصوات غريبة، والنور بيبدأ يفصل ويشتغل لوحده. وفجأة في حاجة غير مرئية بتفضل تقرب من باتريك وهو مرعوب وعمال يصرخ. في نفس الوقت مورا بتروح لبيت فيني وماري وبتبلغهم إن راشيل في خطر ومحتاجة المساعدة. وبراين وشارون بيكونوا وصلوا للمحيط ومعاهم راشيل علشان يرموها في المية، وهم مطمنين لأن سكان القرية معتقدين إن راشيل اتجننت، وبالتالي هيفتكروا إنها أنهت حياتها بنفسها. وفجأة بيلاحظوا إن في شخص واقف على سطح المنارة، وساعتها بيعرفوا إن باتريك رجع للجزيرة ومركبش القطر. لكنهم بيقرروا إنهم يكملوا في خطتهم، وأول ما بيلاقوا راشيل بتفوق بيرموها في المية وهي متكتفة بالسلاسل. وراشيل وهي بتحاول تعوم مش بتقدر بسبب الوزن التقيل اللي بيفضل يسحبها لعمق المحيط، لكنها فجأة بتسمع صوت ابنها وهو بيقول ما تنساش تبص وراك. وبالفعل راشيل بتبص وراها وبتلاقي مفتاح السلسلة، فبتاخده وتفك نفسها، وبتفضل تعوم لحد ما بتطلع على سطح المية، وبتقرر إنها تنتقم منهم. في نفس الوقت براين وشارون وهم طالعين على سلم المنارة، راشيل بتكون وصلت ليهم وبتهجم على شارون وبتنهي أمرها تماما. وبعدها بتروح لبراين اللي بيطلع يجري على السلم، وراشيل وهي بتجري وراه بتلاقي شخص بينزل لها خطاف من فوق، وبيتضح إن الشخص ده هو باتريك، لكن بيكون استحوذ عليه روح أنجوس، وبيمسك براين بالخطاف وبيقضي عليه تماما. في نفس الوقت فيني بيكون وصل للمنارة وبيشوف باتريك وهو بيقول لراشيل إنه حبها بجد. وبعدها روح أنجوس اللي مستحوذة عليه بتجبره إنه ينهي حياته من أعلى المنارة. وبالفعل باتريك بينهي حياته بنفسه زي ما أنجوس عمل من 7 سنين. وراشيل بتكون حزينة جدا على فراق باتريك لأنها حبته هي كمان. وبعد ما راشيل بتمشي من الجزيرة وبترجع لبيتها القديم بتقرر إنها تنسى الماضي وتبدأ حياة جديدة. والسؤال في النهاية، تفتكروا باتريك يستاهل النهاية دي بعد ما حب راشيل بجد، ولا هو اللي جابه لنفسه لأنه شارك في المؤامرة من الأول؟ وبكده يكون فيلمنا انتهى. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشتراك. سلام.